ملخص اخبار النهارده، اخبار الاهلي والزمالك وبعض الاخبار الاخرى. جايب لك شويه اخبار كده على الرايق. طبعا كل خبر انا جايبه لك بالمصدر. وقبل اي حاجه عزيزي المشاهد ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تضغط لايك ومتابعه فضلا وليس امرا. اللايك والمتابعه هيفيدوني جدا، فما تبخلش عليا بالاثنين. بالنسبه لاخبار النهارده تابع معايا. تعديل مباراه الاهلي ويانج افريكانز في دوري ابطال افريقيا على استاد القاهره الجمعه 23 يناير بدلا من الاحد 25 يناير. القاهرة 24. سيد عبد الحفيظ تواصل مع أحمد فتحي المدرب المساعد لإنبي من أجل استشارته بشأن مصطفى شكشك ومعرفة رأيه في أداء اللاعب، خاصة في ظل اهتمام الأهلي بالتعاقد معه. تقارير. عقد جريديشار السنوي مع الأهلي عائق أمام تسويقه على سبيل الإعارة لأي نادي. جريديشار يحصل على $1.5 مليون سنويا من الأهلي، وفكرة تسويقه للتعاقد مع مهاجم أجنبي آخر تواجه صعوبة كبيرة. وفقا لموقع اليوم السابع، حمزة عبد الكريم ينهي في الوقت الحالي إجراءات سفره إلى أسبانيا للالتحاق بنادي برشلونة. تقارير. نادي الإسماعيلي يطلب رسميا ضم سيحة حارس الأهلي. اليوم السابع، جلسات مكثفة في الأهلي لحسم صفقة المدافع المحلي بعدما تم الاتفاق على عدم ضم لاعبين أجانب في هذا المركز. وأبرز المرشحين للأهلي في يناير هادي رياض لاعب بتروجيت، وخالد صبحي لاعب المصري والمتواجد حاليا مع منتخب مصر الأول في إفريقيا بالمغرب محمود الجزار لاعب البنك الأهلي. تقارير. أزمة أشرف داري انتهت بعدما وافق اللاعب على التنازل عن جزء من مستحقاته المالية، والنادي في طريقه للإعلان عن رحيله خلال أيام. وفقا لموقع اليوم السابع، بيراميدز يجهز عرضا رسميا لضم ناصر ماهر من الزمالك في الميركاتو الشتوي. تقارير. البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك يطالب إدارة ناديه بتحديد موعد نهائي وقطعي لصرف جميع مستحقاته المالية المتأخرة قبل اللجوء إلى التصعيد الرسمي وتقديم شكوى لفسخ التعاقد من طرف واحد. الكاميروني جاك ميمبي يقترب من الانضمام إلى نادي الاتحاد السكندري. وفقا لموقع في الجول، توصل مسؤولو الاتحاد السكندري إلى اتفاق مبدئي مع النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب أحمد نادر، وذلك على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير. يلا كورة. أستون فيلا يتحرك رسميا لاستعارة عمر مرموش. رسميا نادي بريستول سيتي الإنجليزي يتعاقد مع سام مرسي في صفقة انتقال حر وبعقد قصير الأمد حتى نهاية الموسم. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط، مفاوضات رسمية لإقامة مباراة السعودية ومصر وديا استعدادا لكأس العالم. بس كده عزيزي المشاهد، دي ملخص أخبار النهاردة. لو شايف إن أنت استفدت من الفيديو فضلا وليس أمرا، اضغط لايك ومتابعة. طبعا الأخبار اللي أنا جايبها لك بالمصدر، ودي الأحداث اللي تداولت النهاردة. بس كده، وقبل ما أقفل الفيديو ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلام.